قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، كما ورد في الآية 108 من سورة النور. السلام عليكم أخوتي وأخواتي متابعي قناة معرفة الصواب، معكم عباس جميل السلطاني. سألني أحدهم عن معنى الآية. معنى الآية الكريمة هو أن الله سبحانه وتعالى يأمر أهل النار بالبقاء في جهنم أذلاء صاغرين مهانين، وأن لا يكلموه أبدا ولا يخاطبوه، وذلك بعد أن يئسوا من أي رجاء من الخروج منها. فالآية تعني تباعدوا في جهنم، كما يقال للكلب اخسأ، وهي نهاية الأمل عند المشركين، فلا يعود لهم حديث أو نداء. إذن اخسأوا فيها أي امكثوا فيها أو ابتعدوا فيها، ولا تكلمون أي لا تطلبوا الخروج منها ولا تكلموني أبدا. وعن عبد الله بن عمرو قال: إن أهل النار يدعون مالك فلا يجيبهم أبدا، ثم يرد عليهم بعد 40 عام: إنكم ماكثون. قال: هانت دعوتهم والله على مالك ورب مالك. ثم يدعون ربهم فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ظالمين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال: فيسكت عنهم قدر الدنيا مرتين، ثم يرد عليهم: اخسأوا فيها ولا تكلمون. قال: والله ما نبس القوم بعدها بكلمة واحدة، وما هو إلا الزفير والشهيق في نار جهنم. قال: فشبهت أصواتهم بأصوات الحمير، أولها زفير وآخرها شهيق. شكرا جزيلا لإصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبلوا تحيات محدثكم عباس جميل السلطاني.